لقد ساهمت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير في إماطة اللثام عن جانب من جوانب الانحلال الأخلاقي الذي تعرفه المجتمعات العربية، والذي كان في مراحل سابقة يتم في الخفاء في ظل النفاق الاجتماعي ووراء ستار الأخلاق والتدين. والتيك توك هو أحد هذه المواقع التي استطاعت تحقيق انتشار كبير، وأضحى عبارة عن ملهى ليلي مباشر للعري والإيحاءات غير اللائقة والرقص الماجن، حيث رفع الحياء عن مجتمع لطالما كان يصنف عرض نسائه في خانة الحرمات والممنوعات. استطاع تطبيق تيك توك تحقيق انتشار كبير في الدول العربية، خاصة الجزائر، حيث اكتسحت مقاطعه المصورة لشباب وشابات يرقصن على أغاني مختلفة بلباس مثير وحركات لا أخلاقية، في الوقت الذي انتشرت فيه مقاطع صادمة لبعض الفتيات يرقصن ويتماين في الشارع وزوجات رفقة شريك حياتهن داخل غرف النوم، وهو ما لم تتعود عليه المجتمعات العربية، فطالما اعتبر الرقص والعري الفاضح أحد الفواحش والمحرمات، إذ بقي هذا النوع من الممارسات لسنوات لصيقا بأماكن الدعارة والملاهي الليلية، الشيء الذي تم تجاوزه مع انتشار مثل هذا النوع من التطبيقات. ستصادف المئات من هذه الفيديوهات للمراهقات محجبات ومتبرجات كلهن رحن يتفنن في استظهار أجسادهن بالرقص الشعبي والغربي في أوضاع مختلفة داخل غرفهن أو حتى في الشوارع والطرقات. ما يثير الانتباه أن الفتيات اللواتي ينشرن هذه المقاطع معظمهم من أسر محافظة، ما يثبت فشل العملية التربوية التقليدية وانهيار القيم الأسرية ذات الطابع الديني والأخلاقي، ناهيك عن أن هذا التطبيق قد ساهم في كسر حرمة البيوت بشكل لا يصدق، لدرجة أن الفتيات ينشرن رقصهن وميوعاتهن داخل بيوتهن بملابس غير محتشمة وبغناء أغلبه من أغاني الملاهي الليلية، وحتى في حضرة أبائهن أو أمهاتهن، خصوصا وأنه من المفترض على الآباء الإشراف على أبنائهم ونهر بناتهم وردعهن على مثل هذه التصرفات الغير مقبولة والتي تسيء لهن ولسمعتهن، بدلا من مشاركتهن الرقص. رافق ذلك انتشار حمى الشهرة، فكل الفتيات أصبحن يبحثن عن الشهرة بأي ثمن، والوصفة السحرية والسريعة التي تتبعها الكثير من الفتيات لزيادة عدد المعجبين وهن لا يمتلكن الموهبة ولا القبول اللازمين هي التصوير بالفلتر للحصول على الجمال وتخفيف الملابس أو ارتداؤها مكشوفة وضيقة لحصد المشاهدات من ذوي النفوس الضعيفة الذين لا يهمهم شيء سوى النظر إلى الأجساد المثيرة مع تعليقات خارجة تسيء إليهن قبل أي شيء آخر. استغرب الكثيرون وأنا واحد منهم أن تكون هذه المقاطع المصورة لشباب وشابات مسلمات عربيات، خصوصا وإن لباسهم وشكلهم لا يمت لمجتمعاتنا الإسلامية، وما يؤدونه من رقصات وحركات وإيحاءات جنسية يخرج عن كل القواعد الأخلاقية والدينية التي تربينا عليها. وتساءل آخرون إن كانت الفتيات اللواتي يظهرن في الفيديوهات وهن يرقصن في الشارع لهن أباء وإخوة متحصرين على مدى التسيب داخل الأوساط الاجتماعية، وكذا الإهمال داخل الأسرة التي تراجعت فيها السلطة الأبوية والوازع الديني والأخلاقي ليترك المجال لما يسمى بالتحضر والانفتاح. والسؤال الذي سيصبح أكثر طرحا عندما يريد أحدهم الارتباط بفتاة هو: ما إذا كانت الفتاة قد أخذت صورا بسناب شات أو رقصت في التيك توك؟ في لحظة غير مسبوقة وجدنا أنفسنا وسط عالم حديث وغريب عنا ولم نحسب له أي حساب، فهذا التطور التكنولوجي فتح الباب على مصراعيه للعديد من الظواهر الشاذة والطابوهات للظهور للعلن، فالمرأة التي لم يكن بإمكانها الذهاب لديسكوهات أصبح بإمكانها الرقص في المنزل وإظهار مفاتنها، والرجل الذي كان يخجل من التعرف على النساء وإقامة علاقات غير شرعية أصبح بإمكانه ذلك وبسهولة، والمثل الجنسي الذي كان يخاف لوم واستنكار المجتمع أصبح بإمكانه الاعتراف بمثليته بكل حرية، والفتاة التي كان يمنعها أباؤها من الحديث مع الشباب أصبح بإمكانها فعل ذلك. وما زاد الطين بلة أن هذه الحرية الافتراضية أضحت تنتقل شيئا فشيئا إلى العالم الواقعي. مشكلتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام هي أننا نسيء استخدامها، فبدل أن نسخرها لخدمتنا فيما هو إيجابي ويعود علينا بالنفع، فنحن نستغل فقط الجانب السلبي منها، وهذا عائد إلى كون هذه التكنولوجيا دخيلة علينا وما نحن إلا مستهلكين وفقط.
ونحن كمسلمين محافظين، ونظرا لخطورة هذا النوع من التطبيقات، وما تحمله من انعكاسات أو تبعات سلبية، نطالب السلطات في الجزائر بالتدخل ومنع رسميا تطبيق تيك توك، وذلك نظرا للمخاطر التي يحملها على الشباب عامة، ولفئة القاصرين خاصة، حيث أنه ينشر مواد غير أخلاقية قد تعرض القُصّر والشباب للابتزاز والاستغلال من المنحرفين. هذا ويجب على الآباء وكل المساهمين والفاعلين الاجتماعيين تكثيف جهودهم من أجل إيجاد حلول لهذه الظواهر، ونشر ثقافة التعامل مع التكنولوجيا، وترشيد استعمالها للحد من خطورتها وسلبياتها على الفرد والمجتمع. أحبتي، فقد أنشرها من باب بلغوا عني ولو آية.